وهنا ما الذي حصل؟ عمر النبي عليه الصلاة والسلام بلغ 20 عام او 25 سنة. عرض عليه ابو طالب عرض، قال له يا محمد ايش رايك؟ انت الحين تشتغل في تجارتي وتجارتي بسيطة، انا ودي اطورك شوي، اغير تجارتك الى ما هو اوسع واكبر، ما رأيك ان تعمل مع خديجة؟ لان ابو طالب سمع ان خديجة تبحث عن رجل يقوم على تجارتها، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم اذا وافقت ما عندي مشكلة. فراح ابو طالب الى خديجة قال ماذا تقولين في محمد ابن اخي؟ قالت رجل صادق امين. قال طيب ودنا نشغله معك. قالت لم ارى مثله شابا جادا، وهذه الكلمة حطوا بينها 100 قوس. كانت كل العرب وليس فقط قريش تحترم شيء اسمه خديجة، لأن إنسانة ذو عقل ولها مكانة طبعا وعريقة في الجانب الاجتماعي، وهي لم تأتيها تجارتها بالصدفة. تجارة خديجة بشغل وكد وتفكير وإرسال الرجال الأمناء. بدأت تقول بختبر محمد، تعال يا محمد بنشغلك عندي. قالت الميسرة لا تعطيه تجارة كبيرة، خلنا نجربه في 3 تجارات، تجارة صغيرة مثل بوريالين على ما يقولون، خلنا نشغلك على شيء بسيط. جربتها التجارة الرحلة الأولى في اليمن ونجح. قالت يعني لو خسرنا المال بسيط، مرة ثانية 3 مرات. ويوم رجع ميسرة قال لها يا خديجة إني رأيت في محمد عجبا. قالت وش شفت؟ قال رأيت، حطوا بينها العلامات اللي قالها عنه 100 قوس بعد. قال رأيت أمانة، رجل أمين، لا يأخذ درهما ولا لا يأخذ لأحد درهم، ولا يترك أحد يأخذ منه درهما، لأن الحق ليس مال مو بماله، هو مؤتمن عليه صلى الله عليه وسلم. ورأيت صدقا في قوله وفي بيعه وفي فعله، رجل صدوق ما يكذب ولا يغش. قالت وش بعد؟ مبسوطة من الكلام. قال ورأيت فيه جهدا عمل، شاب يكد ما يمل ويعمل الليل والنهار. ثم قالها عاد كلمة هي اللي خلت خديجة تلتفت إليه وغيرت الموضوع، كانت تجربه 2 و3. قال ورأيته مثلك. وش القاسم المشترك بين خديجة ومحمد؟ قال رأيته مثلك لا يحلف باللات والعزى. خديجة ما سجدت لصنم ولا حلفت بصنم، وقريش كانت تعبد الأصنام. الرسول كان مثل خديجة. قالت وشو عد؟ قال رأيت محمد لا يحلف بالأصنام. قالت وش دراك؟ قالت جاه رجل يهودي يبيع يشتري منه، وقال له طيب احلف باللات والعزى عشان اصدقك. قال ما عبدتهما حتى احلف بهما، انا ما عبدت اللات والعزى اصلا، كيف تبغاني احلف بها؟ هذه الكلمة حركت عند خديجة امر كان بالنسبة لها شيء مهم. قالت يا ميسرة نادي لي محمد. يوم جاء الرسول صلى الله عليه وسلم قالت خديجة يا محمد الان انا جربتك، ابغى ارسلك في اكبر تجارة لي، وهذه التجارة كانت في الشام. فارسلته معه بضائع بالنسبة لها خلنا نقول اكبر صفقة تجربها خديجة رضي الله عنها. والان صاحب خبرة، والرسول يتدرج في النجاح وجالس التجار. ابو سفيان كان اذا دخل يروح للشام، ابو سفيان تاجر، ياخذ البضاعة يقعد 6 اسابيع واكثر ما صرف البضاعة. فقالت الميسرة تعال ابغاك ترقب محمد، الحين لا تناظره في التجارة، خلاص حنا عرفنا انه صادق وامين وانه صاحب جهد، ابغاك تناظر لي احوال هالرجال وش عنده. ليش تدرون شو السبب؟ خديجة شافت رؤيا قبل ان يعمل معها النبي صلى الله عليه وسلم، شافت في المنام رؤيا ان القمر او الشمس يدخل في بيتها، وراحت عبرت الرؤيا عند ابن عمها ورقة بن نوفل. فلما قالت لها الكلام قالت ان صحت رؤيتك وصدقت فان نبي اخر الزمان سيكون في بيتك. تقول فكتمت سكت، لاني دريت الان انه بيجيني شخص نبي اخر الزمان سيكون لي في ارتباط، لكن ما ادري هو ارتباط تجاري، هو ارتباط جيرة، هو ارتباط عمل. تقول فكنت اشعر ان النبي هو هذا الرجل محمد، لكنها ما علمت. ثم ارسلت ميسرة يتابع النبي صلى الله عليه وعلى آله واصحابه وسلم، وهو يتابعه في الطريق. لما رجع قال لها يا خديجة رأيت من محمد اعجب مما رأيت في الرحلات الاولى. قالت وش رأيت؟ قال رأيت 3 اشياء. الشيء الاول منذ ان خرجنا من هنا من مكة لين وصلنا الشام فيه سحابة غيم فوق محمد تمشي لين وصلنا ولين رجعنا في الشمس تظلله. وقلت بختبره، يقول انا قلت يمكن هالسحابة ما هي بله،
شلون يبي يختبره؟ جاء ميسرة للرسول قال يا محمد تسابقني؟ بتسابق انا وياك. يقول بشوف. يقول وانا اركض وناظر. يقول السحابة تروح فوق معه حتى هو يركض، اذا ركض اسرعت السحابة تظلل النبي صلى الله عليه وسلم. الان خديجة جالسة تركب الموضوع على الرؤيا. قالت له وبعد وش شفت؟ قال ورأيته كلما جلس في مكان فيه شمس جاءته الشجرة تكون صغيرة فتأتي فوقه تظلله حتى يأتيه الظل على جسده كله، يعني مظلة بدون ريموت. ثم إذا قام رجعت الشجرة مكانها. قال طيب وش الأمر الثالث؟ قال رأيته راهب بحيرة الراهب لما جاء يبتاع معه من اليهود يبيع ويشتري، فوقف ونظر في وجهه ونادى ميسرة قال تعال من هالرجال أول مرة نشوفه؟ قال هذا من قريش أرسلته خديجة. قال أعرف أنه من قريش بس من هو ابن من؟ قال هذا محمد بن عبد المطلب ابن عبد الله بن عبد المطلب. قال هذا هو نبيكم في هذا الزمان. هذا يقوله بحيرة الراهب، يقول ان صدقت فراستي فحنا قرينا في الكتب عندنا في التوراة والإنجيل أن نبيكم هذه صفاته. ويوم علم خديجة بهذا الخبر طلبت من ميسرة أن يسكت. الغريبة أن ميسرة في التاريخ لم أجد له قصة تذكر إلا هذا الموقف بس. النبي الآن شوفوا رسول الآن يخطط، ترى الآن هو بنبي، ترى إلى الآن لم تأتي معجزة خارقة، فتغيرت الأحداث. شوفوا التدرج كيف الله يعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هنا النبي عليه الصلاة والسلام صبر وتعلم من هذه الحياة، نجح، الآن مهيئ للرسالة. باقي حاجة واحدة ويستكمل الإعداد. تونا أساس نطلعك نبي لابد تمر على كل واقع الحياة الاجتماعية. باقي العائلة، باقي الزواج، انت ما تزوجت يا محمد، لازم نهيئك. استقر النبي صلى الله عليه وسلم، بدأ الموضوع من طرف خديجة خلاص حاطة النبي في راسها من متى؟ من الرؤيا ابتداء. وبعدين لما سمعت ميسرة يثني تجلس مع صاحبتها نفيسة بنت المنبه. نفيسة هذه صديقة خديجة، وتقعد مع خديجة خديجة والله يا محمد هذا رجل صادق ورجل أمين. شوفوا الإعجاب، لكن إعجاب راقي. فقالت لها خديجة هذا محمد أعجبني، رجل صادق ورجل أمين، وبعدين رجل مبروك، يده حلوة، يبيع الحاجة تجيني ضعف أضعافها. ويروح في بضاعتي في الشام يقعدون التجار 6 أسابيع وشهرين و3 وهو خلصت البضاعة قبل يدخل الشام. الرسول باع البضاعة في الطريق من بركته عليه الصلاة والسلام. قالت نفيسة لعلك تريدينه زوج. قالت والله أريده زوج إذا سيقبلني. قالت تبيني أقول له شيء؟ قالت أخبريه، قولي له بس لا تقولي أنا أرسلتك. قالت اتركي الموضوع علي. وراحت نفيسة عاقلة وجت عند النبي صلى الله عليه وسلم قالت كيف حالك يا محمد؟ قال بخير. قالت ليش ما تزوجت حتى الآن؟ الرسول ما بعد صار نبي، محمد الإنسان. قال أنا رجل فقير ولا عندي مال. قالت طيب لو لقيت لك واحدة عندها فلوس وممكن تتزوج. قال من هي؟ قالت خديجة. قال خديجة غنية ومال، تتوقعين توافق؟ قالت بشوف بقول لها والله ما ادري هي توافق ولا لا. وهذا العقل. ما قالت تراها مرسلتني، قالت انا بشوفها، انت تبيها بس ما عندك مانع؟ قال ما عندي مشكلة. قال سأذهب، قالت سأذهب لها وبعرض عليها الامر وهي مرتبة الموضوع. فقالت وافق محمد. ثم تزوج النبي صلى الله عليه وسلم.